الحاجه دي والله انا مش بتجيب لي فلوس، لا التعليقات بتجيب فلوس ولا اللايكات بتجيب فلوس. هي الفكره بس ان انت بتشجعني بتدعمني، اعرف ان في ناس بتدعمني فعلا، الناس بتشجعني ان انا اقدم المحتوى، وربنا يعني ايه يكرمني كده وازيد على طول، كله في تواصل على طول معاكم، واقدم محتوى كويس وافيد الناس بالمعلومات مش اكتر. دي بيشجعني والله ان انا انزل مع فيديوهات اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصلى على سيدنا محمد في الاخرين، وصلى على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. اهلا ومرحبا بكم متابعي قناه طريق المشي في كل مكان. تحيه طيبه لكل متابعينا من داخل مصر خارج مصر. انا طبعا بيت العجله اللي هي الصغيره ماشي، اللي هي الخليج السمنتال. وعامة انا بعتها لحد يخصني او حد يعني ايه عزيز عليا، واحد صاحب ليا يعني، عشان برضو محدش يزعل ويقول ان انت ايه كنت قلت ان انت هتعرضها على القناه وكده. انا والله ما استخسرهاش في اي حد اصلا عامة على القناه، عشان بس محدش يزعل والناس تزعل تقول ان انت ما عرضتهاش ليه، طب ما احنا كنا ممكن نشتريها وكده. انا ما اتاخرش والله يعني، هم ما يفرقوش عنكم، الناس اللي خدوها بصراحه ما يفرقوش عنكم كتير، بس هو راجل يعني كمان انا عارفه وراجل صاحبه وحبيبه، فخلاص يعني ربنا يبارك له فيها. انا بعتها له عامه، هو واخدها بقاله حوالي يومين 2 أو 3. فعايز اعرف برضه هي كانت تسوى كام على وضعها كده، عشان برضه اشوف انا غلبت فيها ولا. بس هو الحمد لله انا خلاص يعني، الحمد لله انا بعته خلاص وربنا يبارك له فيها. انا مش ان انا بدور على حاجه، بس اعرف بس هي كانت تسوى كام. الحمد لله التغيير اللي فيها ده كان ظبطها شويه يعني، والحمد لله عدت. وانا برضو الحاجه اللي بتعدي معايا الحمد لله خلاص ربنا يسهل لي، انما الحاجه اللي تخسر دي اللي بتزعل. طالما عدت خلاص وبتراضي الدنيا متراضيه خلاص الحمد لله ماشي تمام ان شاء الله. انا طبعا اغلبيه الفيديوهات بعد كده ان شاء الله هتلاقيني بعمل معاكم اي مصلحه تانيه وانا واقف شغال، بحيث ان انا ابقى قريب منكم على طول في الفيديوهات. يعني في ناس بتزعل، لقيت واحد بيتكلم مره بيقول ان انا انت بتورينا وانت بتشيل السباخ، انت بتعلمنا السباخ يعني ان احنا نشيل السباخ ازاي. فانا عايز اقول له ان يعني انا مش بعلم حد، هي دي مش تعليم ولا حاجه، هي فكره بس ان انا عاوز ابقى قريب من الناس اللي هي بتتابعني. في ناس بتحب ان انا انزل على طول، ان انا استمر في نشر فيديوهات وكده. فانا بحب ان انا انزل اي حاجه، اي محتوى، اي حاجه يعني. انا نفسي عامه انا بحب اتفرج على الفيديوهات اللي زي دي في قنوات انا متابعها، انا بحب اتفرج على الحاجات اللي زي دي. هو بيشيل بيحط بيشيل سباخ، بيعمل رماد، بيطرب، بياكل وهكذا يعني. مش حاجه اللي هي مثلا مش مستثقله على نفسي وانا بتفرج على الراجل. فالناس برضه في ناس بتبقى حابه ان انا اعمل كده واتابع معاكم على طول ايه اول باول، حتى لو مش هنزل فيديو فيه محتوى او فيه حاجه هدف معين او مثلا معلومه، مش شرط عندي انا ممكن ان انزل وفي نفس الوقت ما يكونش فيه حاجه مثلا معلومه ولا حاجه، عادي مش فارقه معايا. اهم حاجه الواحد ينزل فيديوهات ويستمر على طول، ان هو ما يقطعش خالص. القطعان ده مش حاجه حلوه للقناه وللناس طبعا. المتابعين هيقولوا مثلا اللي هو خلاص بقى بدا ينفض الموضوع ما عادش بينزل وهكذا. ربنا يدينا الصحه وان شاء الله نتلاقينا معاكم على طول ونفيدكم اكتر واكتر. انا عايز بقى اقول في نقطه معينه عايز اوصلها للناس. حته اللايك، لما انا بطلب لايك او بطلب اعجاب او الكلام اللي انت بتقول عليه كويس، الحاجه دي والله انا مش بتجيب لي فلوس، لا التعليقات بتجيب فلوس ولا اللايكات بتجيب فلوس. هي الفكره بس ان انت بتشجعني بتدعمني، اعرف ان في ناس بتدعمني فعلا، والناس بتشجعني ان انا اقدم المحتوى، وربنا يعني ايه يكرمني كده وازيد على طول، كله في تواصل على طول معاكم، واقدم محتوى كويس وافيد الناس بالمعلومات مش اكتر. دي بيشجعني والله ان انا انزل مع فيديوهات اكتر واكتر، مش حته ان انا بدور بقى ان انا اخد صيت ولايكات وما اعرفش لا. هي الفكره ان انت بتعرف الناس فعلا معجبه بمحتواك ومبسوط وتستمر ومش عارف ايه، والناس اللي بتدي تعليقات كويسه كده استمر، وبصراحه ربنا يجازيكم خير. الواحد بينبسط من الحاجات دي. طبعا انا جبت فول، بصوا فول حاب وبلته ميه، وانا جايبه بقالي كام يوم يعني. الفول ده ما شاء الله حلو جدا لاي عجول، اي مراحل سنيه، بيفيد من الدم عصب يعني مثلا واحد زي ديت لو في لبن ولا حاجه بيزود اللبن ما شاء الله حلو. عجول الصغيره اللي هي الرضيعه اللي انت هتفطمها ولا كده، عايز تفطم ولا كده، بتدي حاجات زي ديت بتعوض اللبن ما شاء الله جميله، بتخلي اعصابهم يشد. معايا العجله اللي انا بعتها دي كانت جايه ماشيه رجلها تخبط في بعضها كده، قمت جايب لها من دوت 3 كيلو
تقريبا 3 كده. جايب لها 3 كيلو فول وخلصتهم في حوالي اسبوع كده، كلتهم في حوالي اسبوع ما شاء الله. من بعدها بقى فاقت وبدات تجمد وبدات تشد حيلها وبدات تدوس في الاكل، ما شاء الله الفول جميل كله لاي عمر لاي سن. عندها شويه ايه تاكلهم على ما نعمل لها العلف. بس هي طبعا دي مش العلفه الاساسيه يعني، انا بس انا مش هحط ده كله طبعا، هحط نصهم كده او اقل من نص على مدار اليوم. يعني الجالون دوت الجالون ده بيبقى حوالي 3 كيلو اهو ماشي. بس طبعا دول هم وزنهم في الاساس مش 3 كيلو. طبعا لما بتحطهم في الميه يوم، تحطهم في الميه وتاني يوم تيجي تشيلهم بتلاقيهم لو انت حطيت مثلا شويه كده تلاقيهم قد ضعفهم مره. فهم دول وزن دلوقتي 3 كيلو بالميه، انما من غير الميه طبعا، من غير ما تحطهم في الميه بيبقوا اقل طبعا، بيبقى حوالي كيلو ونص الرينج دي. تمام. فانا هحط لها طبعا الكميه دي كلها على مدار اليوم، كل شويه كبشه كده بحيث ان هي تقويها، لان دي طبعا هتيجي وقت الولاده عايزه حاجه تبقى عصب وحاجه تقويها زي الذره والفول والحاجات دي من الاساسيات اللي اصلا اللي المفروض تاكل بيها. هنبدا شويه كده بايه؟ نقوم عظمات يا دوبك نصهم اهمت او ازيد من نص بحاجه بسيطه. جاز لها بقى شويه المخموره. ربنا كرمني بواحد محترم اهو، واحد قريب محترم لقيته جايب لي شويه المخموره دول من غير ما اقول له حاجه، والله لا طلبت منه ولا اي حاجه، لقيته جايبها لوحده. في ناس لسه فيها خير بصراحه. هو مش عشان قريب يعني، والقرابه طبعا ملهاش علاقه، بس يعني ايه هي بتبقى محبه للناس. ده جردل اهوت كويس حلو قوي على قد ايه. هتقلبه طبعا مع شويه تبن عشان مبقاش حامي عليه. المخمورة لوحدها تبقى حامية شوية، ممكن تجيب لها تحت. هتقوم ايه شوية ردة زي ده، طبق كده اهو او طبقين عادي هتصفي وعلى الوش وترش.
جربت طبعا، كنت مجرب، انا جربت قبل ما انزل، قبل ما ابدا الفيديو كده طبعا. ايه فيديو النهارده خلص. ما تنسوش طبعا تقولوا لي في التعليقات العجله كانت تسوى كام على وضعها كده. هي كانت بنت 4 شهور ونص، عشان برضو ما حدش ينخدع في الصور، لان الفيديو بقى مكبر العمليه شويه. هي كانت بنت 4 شهور ونص. رايكم في التعليقات، وطبعا لو عجبك الفيديو بقى ايه ما تبخلش على اخوك بلايك. زي ما انا قلت لك اللايك ده والله انا مش مستفاد منه بفلوس، بس هو بيفيدني معنويا ويديني تشجيع ان انا انزل فيديوهات اكتر واكتر. تحياتي ليكم، اخوكم محمد جدة. اي حاجه انا تحت امركم، ابعتوا لي على الواتس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.